المجلس الأعلى كأقوى سلطة كان القوة الهادمة والضاربة هون على رأس الشعب بالمنطقة، وبالأخص الكراد المسلمين يلي مانن مناصرين للتنظيم تم اختيارهم كأهداف. وللتنظيم نحن كنا نأمن طلعة الشعب على الجبال بالتعذيب. نحن والتنظيم كنا عم نشتغل سوا، وبعض الخطط يلي ما قدر التنظيم ينفذها لحاله نحن باسم التنظيم نفذناها. وحركة المخدرات بالبلد سوا كنا عم نمشيها، وبهالمصاري تمت صفقات سلاح غير شرعية وتم نقلها لمخيمات التنظيم. تدين الشعب بالمنطقة كان من أكبر الحواجز بطريقنا. لما ما قدرنا نقطع الشعب تماماً عن الدين تم تطبيق خطط تانية باستخدام الدين. يعني فتنا معهم كمتدينين، ودين التنظيم بالأصل ما إله أي دين. السيد غريب ورجل الشرق كانوا رجال هي الحركة، وهدف أوندير والسيد غريب بالأصل باستخدامهم للقنصل كان إشعال نار الحرب بين الأكراد والأتراك. اللي عم يقولوا كذب، سكتوا لي هذا المفتري سيدي. عدد الناس اللي رميناهم بحفرة الأسيد تعدى ل1000 شخص، وأغلب هدول الضحايا كانوا الهربانين من التنظيم، وكمان اللي كانوا مع الدولة والمؤمنين بالسلام واللي كانوا ضد استخدام السلاح. كنا عم نشتغل لمصلحة التنظيم، ومشان هيك كنا نهجم على القرى والمناطق لحتى نحرضهم أكثر على الدولة. ومثل مو شايف حضرتك نحن كنا الإيد المسلحة الخفية، وكنا عم نحميهم، وفتحنا الطريق للخطط بالمدن الكبيرة بهويات مزورة. وبطلب من غريب بيك وبالتعاون مع التنظيم قمنا باستهداف مخفر أكتا وفجرناه، وبزيادة عدد الشهداء حاولنا نقضي على الحكم بالدولة. هذا الرجال أكيد عنده انفصام بالشخصية، وكل شيء قالكن ياه بيكون كذب وعبارة عن افتراء. سكوت سيادة القنصل، بخصوص القنصل ما عندنا دليل غير هي العلبة السوداء؟ لا يا سيادة القاضي، هذا المستند هو مستند تم توقيعه بشكل سري بروزان. الرجال اللي مثل غريب بيك واللي سبقوه بمنصبه هي ورقة تلاعبهم لبيع وشراء كل هي الأراضي اللي بالبلد.